من هم أبرز الغائبين عن الأهلي الفترة المقبلة؟ زيزو يغيب عن مواجهات سيراميكا كليوباترا، حرس الحدود، الزمالك وكهرباء الإسماعيلية. من يحاول الأهلي تجهيزه للعودة؟ يكثف عماد النحاس محاولاته لتجهيز ياسر إبراهيم ابتداء من مواجهة سيراميكا، مع اتجاه كبير لإعادة ياسين مرعي للتشكيل بسبب تراجع مستوى أحمد رمضان بيكهام. ما الذي يروجه بعض الصحفيين ضد الأهلي؟ يحاولون تصدير صورة بوجود مشكلة بين زيزو وتريزيجيه، وآخرون يروجون أن إصابة زيزو سببها الهروب من مواجهة الزمالك. ماذا قال عم حربي أحد مشجعي الأهلي عن سب تريزيجيه؟ أقسم بالله أنه لم يسب اللاعب، بل قال له العب لمصلحة الفريق مش لمصلحتك فقط. من منصب هاني أبو ريدة الجديد؟ فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بالتزكية. ماذا يفعل حسام حسن مدرب المنتخب؟ يتواصل مع لاعبي منتخب الشباب قبل كأس العالم لتحفيزهم. ما الأزمة داخل الزمالك؟ غضب لاعبي الفريق بسبب تأخر المستحقات، وقد نقل جون إدوارد المدير الرياضي الأمر لحسين لبيب الذي وعد بحلها قريبا. ما موقف نادي كرايوفا الروماني بخصوص أسد الحملاوي؟ نفى وجود أي مفاوضات مع الأهلي، وأكد أن الكلام عن بند يسمح برحيله أو سداد مليون يورو غير صحيح. ماذا قال محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق عن قرار الخطيب؟ قال إنه موفق نظرا لظروفه الصحية وتمنى له الشفاء، ورأى أن محمود طاهر هو الأفضل لقيادة الأهلي لخبرته ونجاحه السابق. من هم الأسماء الأخرى المرشحة لإدارة الأهلي؟ طاهر أبو زيد، ياسين منصور، سيد عبد الحفيظ وحسام غالي. ماذا قال حسام غالي عن نفسه وصالح سليم؟ أكد أن الراحل صالح سليم هو الوحيد الذي يحمل شخصية الأهلي، وأنه لا يخوض أي حرب غير شريفة للوصول لمنصب. ما الخطأ الذي نسبه حسام غالي للمجلس الحالي؟ قال إن الخطيب أخطأ بإبعاده تماما عن فريق الكرة، على عكس ما فعله صالح سليم وحسن حمدي حين منحاه خبرة إدارية. مع أي تصريحات يتفق البعض من كلام حسام غالي؟ مع قوله أن المجلس الحالي أضاع بعض قيم الأهلي، مثل التعاقد مع إمام عاشور الذي أخطأ بحق رموز النادي وهو في الزمالك، وإهمال قطاع الناشئين. من هو الأفضل تاريخيا لرئاسة الأهلي؟ صالح سليم لا يقارن بأحد، فهو في منزلة مختلفة، وبعده حسن حمدي، ثم محمود طاهر، ثم الخطيب. كيف ينظر البعض لتعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة؟ قرار مميز لأنه نجم كبير واكتسب خبرات إدارية مع الاتحاد السكندري ونادي زد، وسيكون امتدادا لنجوم كبار تولوا المنصب.